عايزين نقول إن لثالث سنة على التوالي بتحصد مديرية التربية والتعليم محافظة السويس المركز الأول في مسابقة إلقاء الشعري على مستوى الجمهورية. وفي الثلاث سنين هي واحدة اللي قدرت إن هي تحصد هذا المركز، وهي ضيفتنا اللي منورانا النهاردة الطالبة عهد وحيد. أهلا بيك يا عهد. اهلا بحضرتك، انا بتشرف وشكرا جدا على المقدمه الرقيقه دي من حضرتك، وشكرا ليكم كلكم. وبما ان هنتكلم على الادب والشعر وكده، فانا حابه استشهد بقول ابن حزم من كتابه طوق الحمامه لما قال ان الحب ألفة. فالحب بينك وبين شخص، الحب بينك وبين مكان. فانا بشهد ربنا ان انا من ساعه ما دخلت هنا وانا شعرت بالألفة مع حضرتك ومع كل طبعا فريق الاعداد العظيم. وبشكر طبعا استاذه منى محمود المعده، وبشكر حضرتك جدا، دي تاني مره اطلع مع حضرتك. نورانا دايما يعني، نورانا. انا عايزه اقول لك ان انا دايما يعني برضو بتخدع فيكي وبحس انك اصغر شويه، ثالثه ثانوي زي ما قلنا. انا بحس انك اصغر من كده شويه، بس هي الموهبه كبيره. يعني عايزين بقى النهارده، بصي انا يمكن مش هضحك عليكي واقول لك ان انا فاكره كل تفاصيل المقابله اللي فاتت، فانا عايزاكي برضو تحكي لي عن نفسك تاني المره دي، وعشان اللي ما شافناش في اللقاء اللي فات كمان يعرف اكتر. تمام. انا عهد وحيد من محافظه السويس، الصف الثالث ثانوي السنه دي. مدرسه هيئه قناه السويس، ربنا يخلي حضرتك يا رب. مدرسه هيئه قناه السويس. انا الحمد لله ربنا اكرمني، يعني من عليا بموهبه القاء الشعر وكتابه الشعر. انا بألقي شعر من تقريبا الصف الرابع الابتدائي، من ساعه ما كنت في رابعه ابتدائي. الحمد لله ربنا كرمني. بدأتي ازاي؟ يعني البدايه جت ازاي؟ هو طبعا البدايه اي طفل يعني بيبقى بيقلد اللي في البيت او بيبقى متاثر من اللي في البيت. يعني مثلا هستشهد مثلا حضرتك، ان شاء الله تبقى بنتك اكيد تبقى عايزه تطلع مذيعه قمر زي حضرتك كده. فانا في البيت الحمد لله زي ما استاذ صلاح زهير، هو طبعا اديب وموجه لغه عربيه عظيم، قال لي قبل كده ان انا الحمد لله توفرت لي البيئه الثقافيه المناسبه، ان هي توفر لي كل الاهتمام واحتياجاتي ان انا اعرف اكمل في المشوار ده الحمد لله. وانا الوالد عندي بيحب الشعر والادب، والوالده عندي بتحب طبعا كل الرسم والفنون. بيحبوه كهوايه او قراءه، ولا هم كمان يعني بينظم الشعر وبيلقي؟ انا الحمد لله برضو والدي ربنا يكرمه وماما الاثنين يعني دكاتره صيادله، واختي الكبيره برضو دكتوره، واختي برضو بتحب الكتابه. وحتى اخويا الصغير يعني عشان كده بقول لحضرتك الطفل بيتاثر جدا. هو خلاص السنه دي هو قرر ان هو عايز يدخل مسابقه الالقاء في ثالثه ابتدائي شمس الدين. ما شاء الله. عايز يدخل مسابقه الالقاء، وهو ما شاء الله الله اكبر يعني كذا مره يطلع في الاذاعه، واللغه العربيه ما شاء الله مظبوطه وكل حاجه مظبوطه. فعشان كده بقول لحضرتك ما شاء الله جميل جميل. يعني هي حاجه وراثه ان انتوا كلكم بتحبوا الادب وبتحبوا الفن وبتحبوا الشعر، حاجه جميله جدا. اول بقى ما بداتي تقري يعني تستطعمي كده وتستوعبي بقى الشعر، كنت بتقري لمين؟ انا بصي في البدايه حضرتك طبعا كما ان الكتابه هي اعاده الكتابه، الشعر هو قراءه الشعر. فانا من وانا صغيره وانا اصلا في البيت يعني كنا متربيين عندنا الاعمال الكامله لاحمد فؤاد نجم، ورباعيات صلاح جاهين، جوابات حراج الجط، وكل الحاجات دي طبعا الشاعر عبد الرحمن الابنودي. كل الحاجات دي انا كنت يعني بابا كان بينيمني على اعمال احمد فؤاد، جميل جدا. فعشان كده بقول الشعر العاميه عموما يعني هو اكتر حاجه نشأتي عليها. طبعا عشان طبعا يعني شعراء حاجه طبعا، واللغه يعني. طبعا اللغه العربيه في اللغه العربيه الفصحى طبعا كل شعراء الارض المحتله، نزار قباني، سميح القاسم، محمود درويش، وفاروق جويده، شوقي وحافظ من ايام كمان العصر الجاهلي، عنترة، وكل الحاجات، كل متنبي يعني مش عايزه انسى حد، الاجيال كلها. وعشان انت تبقى تطلع شاعر او يعني تحاول تبدا، انت مش هتقلد حد. يعني كي تصبح شاعرا جيدا فاحفظ 1000 قصيده ثم انسها. 1000 قصيدة مش 1000 بيت، 1000 قصيدة تحفظهم وتنساهم. تقرأ ل1,000,000 شاعر وتطلع بنفسك في الآخر. يعني حضرتك طبعا وانت صغيرة أكيد كنت بتشوفي كذا مذيعة، وما شاء الله طلعتي برضو بنفسك، ما طلعتيش زي حد. يعني مهم تقري قوي، مهم تشوفي شعراء وتشوفي إلقاء قوي، بس في نفس الوقت لازم تكوني حاجة لوحدك، حاجة نفسك، شبه نفسك. طيب ده جميل قوي. احنا يمكن اتعرفنا كده بيكي كعهد، لكن لو عايزين نسمع بقى الشعر ونتعرف بيكي كشاعرة،
هتقولي لنا ايه؟ تمام. حضرتك تحب تسمعي حاجه من كتابتي ولا اخر مسابقه انا شاركت فيها بايه؟ هنسمع كل حاجه معاكي النهارده. تمام. نبدا بايه؟ نبدا بالمسابقه. تمام. أوكي. هي قصيده طبعا للشاعر الكبير فاروق جويدة، كتبها في الذكرى 50 على احتلال فلسطين، والنهارده احنا بنلقيها بعد مرور اكتر من 70 سنه على الاحتلال ده. لن تسمعوا صوتي ولا صرخاتي، ما عاد يجدي النصح في الأموات. 50 عاما والطغاة أمامنا يترنحون على ربى الحانات. قل ما أردت عن البطولة والفدا، واكتب جميل الشعر والأبيات. لا شيء أغلى من دماء شهيدة بالدم تكتب أروع الصفحات. والآن نرسم بالدماء طريقنا، هل بعد هذا الدم من كلماتي؟ قل ما أردت عن البطولة والفدا، واصرخ أمام الناس بالدعوات. لا شيء غير الموت يحيي أرضنا، وشهادة عندي ب1000 صلاة. أنا لست مسجونا لأن ملامحي سكنت قلوب الناس كالنبضات. أنا صامد في الأرض بين ترابها وسط النخيل وفي شذا الزهرات. في الأسر أرسم كل يوم صورة، وطنا عنيدا شامخ الرايات. هذا صلاح الدين يسمع صرختي ويطل من بين الظلام العاتي. أنا يا صلاح الدين خلفك، لا تخف، فلديك شعب واثق الخطوات. قم يا صلاح الدين واسمع أمة تبكي على أمجادك العطرات. أما أنا سأظل وحدي صامدا وسط الخراب، ولن تلين قناتي. وطني الذي يوما جننت بحبه، ما زال حلمي قصتي مأساتي. قد عشت أحلم أن أموت بأرضه، ويكون آخر ما طوت صفحاتي. ولتذكروني كلما لاحت لكم في ظلمة الوطن الحزين حياتي. فإذا توارى الوجه عودوا واسمعوا في كل فاجعة صدى كلماتي. يا رب هل تقبل شهيدا يرتجي منك الشهادة عند كل صلاة؟ اجمع بعين القدس يوما أمتي، وانثر على أرض الصمود رفاتي. ولتنثروا
جسدي على أرض الهدى، في القدس، في سيناء، في عرفات. صلوا على الجسد النحيل وأغلقوا عيني على الوطن الحبيب الآتي، ولتدفنوني يا رفاقي واقفا، لن ينحني رأسي لقهر طغاتي، فأنا الصمود، أنا الشموخ، أنا الردى، أنا لن أسلم رايتي لغزاتي، أنا لن أسلم رايتي لغزاتي، أنا لن أسلم رايتي لغزاتي. الله الله، جميل. يعني عارفه اكتر حاجه كمان انك حاسه اللي انت بتقوليه قوي، وانت بتقوليه مش كلام حافظاه وبتلقي، لا انت حاسه بيه جدا، حتى كمان في دموع نزلت. فاحساسك جميل ورائع، يعني انت تستحقي الحقيقه المركز ده، وطبعا مبروك ليكي مره تانية عليه. لكن انا عايزه اعرف بقى، عهد لما بتحب تكتب ايه الموضوعات اللي بتستهويكي في الكتاب؟ يعني اكتر الحاجات اللي بتحبي تكتبي عنها. انا من السويس، وطبعا السويس وبورسعيد واسماعيليه دول كلهم خط واحد، دول خط صحيح المواجهه. صحيح. ويعني زي ما بيقولوا كده في قبلي وبحري، ابدروا الارض بذور تطلع محاصيل. احنا في خط القناه ده ابدروا الارض بذور تطلع ابطال. يعني ايام حرب الاستنزاف، حرب 73، دول لولاهم ما كناش احنا زماننا موجودين دلوقتي. فاي حد طبعا من الثلاث محافظات دول يعني ثلاثة حاجة واحدة هيبقى أكتر مواضيع بتستهويه. طبعا حاجة عن السويس، طبعا بما إننا خلاص داخلين على ذكرى انتصار أكتوبر وعيد السويس، فدي بتبقى أكتر المواضيع. وطبعا في باقي المواضيع كلها، لأن الفن هو القيم الجميلة، هو اللي بيزرع وبينمي القيم النبيلة كلها، العدل، الخير، السلام، الجمال. فكل المواضيع دي بيبقى هي أول مواضيع ممكن تيجي يعني انت مش في حته معينه، يعني مش شعر وطني بس، مش شعر عاطفي، مش بس وصف المدينه الجميله، انت بتحبي تكتبي في كل ده. طب احنا لو حابين يعني نسمع حاجه من كتاباتك النهارده، ممكن نسمع ايه تاني معاكي؟ تمام. طبعا انا اعرف القصيده اللي فاتت طويله كده، كنا جبنا شاي وحاجه ساقعه بتاع الاول، يعني خدنا وقتنا. فالقصيده دي طويله برضو ولا؟ لا دي حاجه من كتابتي عن طبعا السويس طبعا وانتصارات اكتوبر وعيد السويس وكده. دي عن انتصارات اكتوبر وعن عيد السويس. يعني السويس عن المدينه. بس انا عايزه اسمع حاجه برضو تاني، تكون حاجه يعني انت كاتباها كده بقى بعيده شويه. يعني احنا يمكن اتكلمنا عن الوطني وانك بتحبي تكتبي فيه قوي، وارتباطك كمان وانتمائك للسويس ولمصر بشكل عام، هنسمعها معاكي. بس عايزه اسمع كمان الوان مختلفه من اشعارك النهارده. طيب احنا بس هنسمع طبعا الاول معاكي القصيده. مش اقول دلوقتي. حلوه يا بلدنا ودايما عايشه فينا، حلوه يا بلدنا وحاميه ارض سينا، حلوه يا بلدنا ودايما هتلاقينا، فاكرين انتصارك ورجال عبروا قنالك وحاربوا فوق رمالك وجابوا النصر لينا. وحلوة يا بلدنا ودايما عايشة فينا، تعيش يا مصر سلمى بالجيش والمقاومة، وكل الدنيا حلمة برجوعك يا سينا. وحلوة يا بلدنا ودايما عايشة فينا، والجيشنا في المعارك كل الشعب شارك، ورجعنا قنالك بقبطان وبسفينة. وحلوة يا بلدنا ودايما عايشة فينا، أخدنا بطرنا بإيدينا بقرارنا،
ورجعنا نهارنا والفرحة بإيدينا، وحلوة يا بلدنا ودايما عايشة فينا. من الغريب للساحة، من المينا للملاحة، من الغريب للساحة، من المينا للملاحة، ومراكب جاية راحة بتسلم علينا، وحلوة يا بلدنا ودايما عايشة فينا. من نوبة للكورنيش، من البسطة لشارع الجيش، من نوبة للكورنيش، من البسطة لشارع الجيش، وأفراحك تعيش وزي أفراحك مفيش. يا أحلى مدينة وحلوة يا بلدنا ودايما عايشة فينا، حلوة يا بلدنا ودايما عايشة فينا، حلوة يا بلدنا ودايما عايشة فينا. انت حلوة يعني كلام جميل، ويعني كل مشاعرك رقة وإلقائك. وعايزين نقول ان احنا القصيدة الأولانية شفنا طريقة بتتناسب تماما مع الكلمات، في القصيدة دي شفنا يعني حاجة مختلفة تماما، فما شاء الله عليكي طبعا ممتازة. فأنا عايزة أعرف برضو عهد، يعني قوليلي انت طبعة ديوان صح؟ ده يعني مطبوعة صغيرة، حاولت يعني أجمع فيها بعض من يعني أعمال بسيطة على قد سني. وزي ما يعني قلت اكيد يبقى في حاجه اكبر من كده. شاركتي في المعرض في السويس؟ لا للاسف ما شاركتيش فيه. يعني يمكن كان معانا الاسبوع اللي فات كمان كنا بنشوف حفله الافتتاح، كانت حاجه جميله قوي. طيب عهد، انا عايزه برضو اعرف منك، انت حابه ان انت الشعر ده يبقى هو مسارك، ولا هتبقي مثلا زي الاسره برضو اللي هو درسوا حاجه مختلفه تماما لكن هي الشعر موجود بس كهوايه؟ بصي، هو طبعا حضرتك عارفه ان الشعر او اي نوع من انواع الفن لا يتعارض تماما مع اي يعني حاجه مسار تعليمي او حاجه. طبعا زي الدكتور يحيى الفخراني، دكتور عزت ابو عوف، فانا باذن الله يعني كل ربنا يجيبه كويس في المستقبل هيبقى ليا مجال شغل، وفي نفس الوقت يعني محدش يعرف يتخلى عن هوايه او موهبه ربنا اداها له. صحيح صحيح، وانتي موهبتك جميله كمان يا عهد. لو حابين بقى نسمع كده حاجه اخيره قبل ما نختم لقائنا النهارده، تقولي لنا ايه؟ كان في طريقه قديمه في الكتابه، كانت ان هي البيت كله بيبقى كلمتين والكلمه التانية بنبدا بيها بيت ويبقى هو كلمتين. فلو حضرتك تسمحي لي كنت عايزه اقولها. اوكي، دي اول مره. دي اول مره تكتبي بيها؟ دي اول مره والقصيده اللي فاتت دي انت عاملاها مخصوص لاحتفالات 6 اكتوبر وعيد السويس؟ أيوة. صح، يعني هي دي اول مره برضو أيوة. نسمع. تمام. يا دنيا هني هني وغني، غني وشوفي شوفي بحروفي، وحروفي حلوة حلوة وغنوة غنوة لجيل لجيل أصيل أصيل، رجال ورجال جبال وجبال رمال، رمال ودابت دابت وشابت شابت وخافت خافت وشافت شافت جيوش جيوش وحوش وحوش وعدت عدت وهدت هدت أعادي أعادي البلادي، وبلادي صبرت صبرت وعبرت عبرت وفائت فائت ودائت دائت سعادة سعادة وسيادة سيادة بإيدينا بإيدينا لسينا، وسينا الحبيبة حبيبة وقريبة قريبة بنصر بنصر مصر مصر العظيمة عظيمة وكريمة كريمة بينا بينا ولينا
ولينا ما فيها، ما فيها وما ليها، مليها شباب وشباب شباب، شباب جديد جديد يعيد، يعيد الريادة، ريادة وسيادة، سيادة وتحية، تحية عينيا وعينيا دي شكرة، شكرة وفكرة، فكرة اللي فكر، فكر وقرر، قرر وحرر، حرر أراضي، أراضي وراضي، راضي وشمر، شمر وعمر، عمر وعلى، على وخلى، خلى فؤادي، فؤادي البلادي، بلادي العظيمة، عظيمة وغالية، غالية وعالية، عالية يا مصر، يا مصر عالية، عالية يا مصر، يا مصر عالية. الله، جميل يا عهد. يعني احنا سعدنا جدا بوجودك معانا النهارده وبالكلام والاشعار الجميله اللي سمعناها منك، وطبعا كل التوفيق ليكي، وان شاء الله كمان السنه دي تحصلي على المركز الاول في الالقاء. بشكرك جدا عهد وحيد، طالبه بالمركز الثالث الثانوي والحاصله على المركز الاول في مسابقه الالقاء الشعري على مستوى الجمهوريه. نورتينا. شكرا. مشاهدينا بنطلع لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه.